السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده باذن ربنا هنعمل مع بعض البسبوسه. انا كنت جبت السميط معاكم وقلت لكم ان شاء الله هنعملها سوا. نسمي الرحمن بقى. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. دول 100 جرام سمنه، انا وزناهم على الميزان. المعلقه دي لما بتمليها قوي وهي السمنه سايحه كده، يعني انا عملت كده، دي كده 25، فانت هتعملي 4 معالق مليانين. عندك ميزان يبقى زي الفل ما شاء الله، اشتغلي. اول حاجه بقى حطينا السمنه، ومعايا كوبايه زبادي، ومعايا جوز هند وسكر، ومعايا سيرب تقيل اللي هو الشربات التقيل قوي ده. ماشي. كوبايه الزبادي دي 150. الحاجات الحلوه بالذات عايزه المقادير بالوزن، تطلع معاكي حلوه، تطلع معاكي افضل يعني. كده الزبادي الاول هنفضي كل الحاجات اللي هي السايله مع بعض، وبعدين نبقى نحط بقى ايه السميد بالاخر. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ماشي. ونحط بقى السكر. السكر دول 150 جرام، يعني الكوبايه ما كانتش مليانه قوي. المج ده اصلا 200، يعني المج ده 200 جرام. قبل الاخر كده شويه يجيب لك ال 150. ماشي. وادي جوز الهند، بس عشان جوز الهند بقى يعني هايش فبياخد حيز. بصوا دول اصلا 50 جرام، يعني عايزه بقى اوضحها كده في الكاميرا. بصوا دول كده 50 جرام، بس عشان جوز الهند هايشه، فانت ممكن تعملي نص كوبايه، مش هتأثر عليها في حاجه يعني، او نص كوبايه وشويه، ما فيش اي مشكله. تمام. وبعدين بقى نضف المعلقه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقتين كبار من الايه السيرب التقيل، يعني انا كنت عاملاه وتقل بقى في التلاجة، فسيبته في الطبق، قلت ابقى استخدمه بصوا عامل ازاي، بصوا تقيل خالص ازاي. قلت ابقى استخدمه للبسبوسه. حط بقى معلقتين. بصي السمك بتاعه، بصي السمك بتاعه عامل ازاي. حطي معلقتين عشان تخلي البسبوسه تبقى متماسكه. تمام. نقلب بقى الميكس الجميل ده مع بعض. ماشي. عشان بس ندوب السكر التقيل ده اللي هو السيرب التقيل، ما يبقاش في حته واحده. والزبادي كمان يبقى هي الماده السائله اللي احنا هنعجن بيها، عشان لما احط السميد ما افضلش اقلب كتير بقى. ماشي. نبدا بقى حبايبي بسم الله، وننزل الايه سميد البسبوسه. بسم الله ما شاء الله، نص كيلو. بعدين هنعمل كمان ايه، يعني نص معلقه صغيره بودر عشان ما تطلعش مكتومه معاكي. ماشي. اهي بصي، نص معلقه كده، مش هنكتر. بعدين بقى نقلب الكلام الجميل ده مع بعض. تقلبي بالراحه، ماشي. ما تقلبيش جامد وما تعجنيش، يا دوب انتي تمزجيها خلاص، كلها لفت في بعضها بقلب الخليط اللي تحت، خلاص كده تمام قوي. انما ما تفضليش بقى تعجني وتشيلي وتحطي فيها كده عشان ما تنشفش معاكي. لازم تبقى معاكي مرمله كده، ان شاء الله تطلع معاكي ناجحه. ربنا يصلح ما بين ايدينا كلنا ان شاء الله. زي ما انت شايفه كده، خلاص هي كده بقت مية مية، كلها امتزجت بالخليط، مفيش حته ناشفه ومفيش حته طريه قوي زياده عن اللزوم، يعني حته يبقى فيها السائل اكتر. بصوا اهي بقت كلها ما شاء الله عليها. ماشي كده. سيبها بقى ونجيب الصينيه بتاعتنا اللي هنحط فيها معلقه سمنه.
بصوا دي الصينيه اللي هشتغل بيها. بص النص كيلو كده انت تشوفي له صينيه بالعين، انا ما اعرفش مقاسات، ولكن بالنظر كده يعني انا شايفه ان دي تاخد النص كيلو تبقى كويسه تمام، ولا هي صغيره ولا هي كبيره. هفرد بقى السمنه كلها في قلب قاع الصينيه كده، والحروف برضو ماشي، وبعدين هنفضيها سوا بقى. يا حبيبي بقى نسمي الله ونرصها كده في قلب الصينيه بالراحه. حط حته حته عشان لما نيجي نفردها ما تجيبش السمنه معاها، واخده بالك ازاي؟ يعني انا هحطها كده وبعدين نبتدي نسويها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، بالراحه كده عشان تتفرد في الصينيه كلها وما تشيلش السمنه اللي احنا فردينها في قاع الصينيه. ماشي زي ما انتي شايفه كده، واحده واحده. بصي بعدين نبتدي بقى نبططها كده واحده واحده. بصي مرمله خالص ازاي، بصي تحسيها مرمله كده، مش مش معجونه. انا الف بقى كده واسوي فيها كده. طبعا انا ولعت الفرن عشان يبتدي يسخن بقى، واول ما ندخلها ان شاء الله نولع على الشربات من فوق، عشان الشربات بتاع البسبوسه بيبقى سخن كده. سويها كلها، خليها مستوى واحد، متبقاش حته عاليه وحته واطيه. بس كده خلاص كده ما شاء الله عليها، بقت خلاص متساويه خالص اهي. بس كده زي الفل كده بقى، سويتها خالص اهي. بصي زي ما انتي شايفاها كده من كل الجوانب قد بعضها، ولا حته عاليه ولا حته واطيه، كلها مستوى واحد. ندخلها بقى الفرن ونشوف احنا هنعمل الشربات ازاي. يلا حبايبي نعمل الشربات. المج العادي اللي احنا عايرنا بيه في الاول، المج زي ما هتعايريه سكر هتعايريه ميه. هتعملي اتنين سكر هتعملي اتنين ميه، هتعملي تلاتة يبقى هتعملي زيهم ميه تلاتة. وانا بفضل لما باجي اعمل الشربات بعمل بزياده، لان انا ما ينفعش انا مثلا عملت كوبايتين سكر وكوبايتين ميه، والبسبوسه بتشرب برضو عشان ما تبقاش معايا ناشفه. لما يبقى بزياده مش هيضرك في حاجه، بشيلهم في الفريزر. دول في قلب اللبانه انا حاطه كوبايتين سكر، ودي التالتة. هنعاير زيهم ميه بقى، هنعاير 3 كوبايات ميه زي ما عايرنا السكر. دي كده التانية، ودي كده الكوبايه التالتة. ماشي كده 3 كوبايات سكر و3 كوبايات ميه. نجيب بقى نص ليمونه ماشي، وبعد شويه كده نولع عليها، لان انا عايزه الشربات يبقى سخن. بصي يعني نقطتين ليمون كده، ايه مش ما تكتريش، نص ليمونه يكون صغير. بعد شويه كده، بعد البسبوسه ما يعني تبتدي تبقى داخله على سوا، انا مش هقلبهم ولا حاجه، انا هسيبهم زي ما هما كده. هو ان شاء الله هيدوب على النار، عشان خاطر عبال ما الشربات يقعد او ان هو يتظبط، يعني تكون البسبوسه قربت تطلع، عشان لازم يبقى الشربات سخن. الشربات بيغلي وخلاص، انا قربت اخرج البسبوسه. هحط له بقى دلوقتي ورقه الفانيليا عشان ريحه الشربات تبقى حلوه. نطلع البسبوسه سوا بقى عشان نسقيها بقى. حبايبي انا طلعتها، نسمي الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم.
نديها بقى بزياده. بصي بتشرب ازاي، بصي. سيبيها بقى براحتها خالص تشرب كل الشربات ده، ولو في حاجه زياده هصفيها. لو حسيت ان هي شربته وعايزه تاني مفيش مشكله، احنا كده كده متفقين ان احنا عاملين بزياده. بصوا ما شاء الله عليها. ما تقوليش ان هي لونها غامق، هي اصلا كل ما بتبرد كل ما درجة اللون بتفتح، فمش هتبقى غامقة قوي، هي شكلها غامق كده، ولكن كل ما بتهدى وتشرب الشربات وتبرد درجة اللون بتفتح. بصي الشربات قل ازاي، معنى ان هي بتشرب كده ان بفضل الله البسبوسة ناجحة. بصوا بصوا ما شاء الله عليها. يفضل ان انتي تعمليها قبل ما تقدميها بشوية حلوين، عشان تكون هي اخدت راحتها كده وظبطت الاداء معاكي. بصي بتشرب الشربات كله ازاي، بصي مبقاش في حاجة خالص ازاي. دي حبة كمان، وبعد كده لما يبقى في حاجة زيادة معلش نزلت بزيادة او اندفاع الشربات خلاها فصل، مفيش مشكلة عادي كده. بس كده كأنه مفيش اي حاجة. تشرب بقى كمية الشربات. بصوا برضو اللي أنا الحبة اللي انا حطيتهم، بصوا بصوا شربتهم ازاي، يعني هما الحتة دي لسه بصي، لكن بصي من هنا كده، بصي بصي هنا شربت الشربات اللي هنا، وان شاء الله هتشرب كمان الحبة دول وهتبقى زي الفل. بصي بصي بيدخل جواها ازاي، بصي بصي النسبة بتقل ازاي، بصي. خلاص بصي شفتي شربتهم ازاي. سيبها بقى تبرد خالص خالص وبعدين نبقى نقطعها.